هنعمل النهاردة مع بعض أجنحة الدجاج بطريقة جديدة شوية غير اللي متعودين عليها. أنا هنا عندي بصلتين وطماطميتين وهحط عليهم التوابل بتاعتي اللي أهمها الكاري والفلفل الأسود وحبة زعتر وبهارات الشوربة والملح. بعد كده هضربهم كويس ومعاهم معلقتين صلصة مننساش. هكون مجهزة الخضار المشكلة بتاعتي، هقلب نص التتبيلة عليها والنص التاني هسيبه هقلبهم مع الأجنحة، وهبتدي أدعكها بيها كويس وهرصها على وش الصينية بتاعتي. مش هحطها من تحت لأن هي مش هتاخد سوا كتير طبعا زي الخضار. بعد كده طبعا هكون دول اخر التتبيله بقى، احطها على الوش كده عشان لما تتحط تحت الشوايه تدي لون حلو. هحطها على النار ولما تغلي وتشرب ميتها هنزلها على شوايه الفرن. هنا بقى كنت بعمل الرز بشعريه بتاعنا اللي يتاكل لوحده. انا حمرت هنا الشعريه وبعد كده هغسل الرز طبعا واحطه واقلبه كويس واشوحه في السمنه واحط له الملح وميه من الكاتل طبعا عشان ما يعجنش مني، وهدي عليه النار. هنا بقى كانت الصينيه بتاعتي خلصت، وعايزه اقول لكم ان هي كانت بتتكلم لوحدها وطعمها زي العسل. وهنا بعد ما غرفت والف هنا وشفا، ما تنسوش بقى